نعم، وهذه القاعدة أيضا في أن المسلم يجب عليه التسليم، يجب عليه التسليم للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدخل بعقله ويقدم عقله على الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم والانقياد لما قال الله وقال رسوله أمر واجب وهو مقتضى الإيمان، وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الاستسلام والتسليم والإذعان لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. فالمسلم يستسلم لأوامر الله ونواهيه ولا يعترض بعقله أو يقول هذا حديث يخالف العقل، أو يقدم القواعد الكلامية والقواعد المنطقية على النصوص كما تفعله المعتزلة وأتباعهم. لا يقدم شيء على النصوص أبدا من الكتاب والسنة. إذا بلغ النص المسلم من كتاب الله وسنة رسوله في أي أمر من الأمور فإنه ينقاد له ويسلم له، ولا يتدخل بعقله أو يقدم عقله كما يفعله أهل البدع من المعتزلة ومن سار على نهجهم من بعض مفكري هذا العصر الذين ردوا نصوصا صحيحة في صحيح البخاري وغيره لأنها بزعمهم تخالف عقولهم. هذه فتنة عظيمة، هذه طريقة المنافقين، طريقة الزائغين الذين كما قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا فرق ما بين المؤمن والمنافق. المنافق يدعي الإيمان في الظاهر وهو غير مؤمن في الباطن، ولذلك لا ينقاد لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فإنه ينقاد ظاهرا وباطنا، المنافق ينقاد ظاهرا ولا ينقاد باطنا. فالواجب على المسلم أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ولو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد رأيي ولا آل في يوم الحديبية وصلح الحديبية شق على الصحابة لأنهم رأوا أن هذا فيه غضاضة على المسلمين، أنهم يرجعون ويتركوا العمرة وينزلوا على المعاهدة التي بينهم وبين المشركين. رأوا أن رجوعهم ترك العمرة ومعاهدة المشركين فيه ذلة للمؤمنين وفيه انتصار للكفار، بينما العكس، صلح الحديبية صار عزا للإسلام والمسلمين وذلا على الكفار، صارت النتيجة للمسلمين وسماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية، وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة. وتمت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين على وضع الحرب وترك الناس، من أراد أن يذهب إلى المدينة يذهب، من أراد أن يذهب إلى قريش يذهب. الناس الذين كانوا ممنوعين من الهجرة أو ممنوعين من الدخول في الإسلام سنحت لهم الفرصة فهاجروا قبل الفتح، قبل فتح مكة، وخف الأذى من المشركين على المسلمين الذين في مكة، صار فيه مصالح للمسلمين. تبين لعمر بعد ذلك فندم على ما كان قاله في هذا اليوم وتبين. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه مستسلم لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعترض بشيء، وكان يهدي من غضب أصحابه ويقول لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزموا ما يقول. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الواجب التسليم، ما نعترض، الرسول يمسح على أعلى الخف فنتبعه، نمسح على أعلى، ولا نتدخل بأهوائنا ونقول لا، أسفل الخف أولى لأنه هو اللي باشر الأرض وهو الذي يعلق به الغبار فهو أولى بالمسح. أما أعلى الخف فهو نظيف، أعلى الخف نظيف
بعيد عن الأرض، لكن هذا أمر الله ورسوله، الله أعلم سبحانه وتعالى. فالواجب الاتباع وعدم التدخل. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، من أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. التدخل في النصوص، تقديم العقل والفكر عليها. النصوص إذا صحت يجب التسليم لها، ولو كانت تخالف عقل الإنسان أو تفكير الإنسان، لأن النصوص معصومة حق من الله عز وجل. أما الفكر والعقل فهو قاصر، محل نقص. وكم من إنسان يرى اليوم رأيا ويرى أنه هو الصواب، ومن الغد أو بعد ساعات يرى أنه خطأ، يرى أن رأيه الأول خطأ. هذا الشيء نمارسه نحن مع أنفسنا، يتراءى لنا أن الصواب كذا وكذا، ثم بعد دقائق أو ساعات يتبين لنا أن الرأي الأول أنه خطأ. أما النصوص من كتاب الله وسنة رسوله فإنها معصومة ليس فيها خطأ، يعني الصواب يقينا، لأنها تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم.